انت فاكر ان انا هقول لك دور معايا على مين اللي كسر الطبق؟ لا يا صديقي، انا جاي افاجئك واقول لك اني هحقق في رحله الطبق اللي اتكسر ده، ورحله كل حته فيه وصلت لفين. الطبق في حد ذاته مش هو القضيه، المهم اللي ورا الطبق. النهارده احنا هنحقق في يوم مصاب بفصام حاد في الشخصيه. تخيل معايا يوم واحد بس بيجمع كل التناقضات اللي ممكن عقل بشري يستحملها. يوم فيه ملايين بتنزل الشارع بتنزف وبتلطم وبتعيط، وفي نفس اللحظه ملايين تانية في شوارع تانية بيوزعوا اطباق بليله على الجيران. يوم بيجمع ما بين قمة النجاح والفرحة وأبشع عملية اغتيال سياسي ودموي. إزاي 24 ساعة يقدروا يشيلوا كمية السكر والدم ده مع بعض؟ إيه السر ورا يوم 10 محرم؟ وليه التاريخ رافض يقفل الصفحة دي؟ كان نفسي مسار المحضر يكون أسهل من كده، بس لو افترضنا إن التاريخ ليه جاذبية زي الكواكب، فيوم 10 محرم هو الثقب الأسود اللي بيسحب كل الأحداث جوه. لو ينفع نجمع كل الأحداث المفصلية والدينية في التاريخ في يوم واحد، أكيد اليوم ده هيبقى 10 محرم، وأكيد هيكون أكتر من 24 ساعة. وقبل ما تسألني ليه، خد عندك التحريات اللي متسجلة في الذاكرة الشعبية والدينية بتقول إنه يوم نجاة سيدنا إبراهيم من النار، ويوم كساء الكعبة قبل الإسلام، ويوم لقاء سيدنا يوسف بيعقوب، والقائمة تطول. خلينا هنا نقف لحظة بعقلية المحقق. بغض النظر عن دقة وصحة كل الأحداث التاريخية دي إنها حصلت في نفس اليوم، السؤال المرعب هنا هو ليه الوعي الجمعي للبشرية قرر إنه يلزق كل الأحداث التاريخية دي في يوم واحد؟ ايه الثقة للنفس اللي في اليوم ده اللي بيخلي التاريخ عايز ينسب له أي معجزة؟ التاريخ احتفظ لنا بصحة أهم حدثين في يوم 10 محرم تحديداً في التاريخ الإسلامي. الحدث الأول سنة 622 ميلادية اللي بيوافق السنة الأولى هجريا، لما النبي عليه الصلاة والسلام شاف اليهود بيصوموا احتفالا بسيدنا موسى عليه السلام ونجاته هو وبني إسرائيل من فرعون. ساعتها بقى 10 محرم أول صيام للمسلمين. اليوم ده اتكتب في دفاتره يوم للفرحة والنجاة والتأكيد على إن الظالم بيغرق والمظلوم بيعيش. بس علشان كده يوم عاشوراء فضل يوم مهم؟ الإجابة هي لا. قبل ما نوصل للدم محتاجين نعرف السكر جه منين. يوم 10 محرم مش بس يوم نجاة موسى عليه السلام، المرويات بتقول انه ده نفس اليوم اللي استقرت فيه سفينة سيدنا نوح عليه السلام على جبل الجودية بعد الطوفان العظيم اللي غسل الارض كلها. تخيل معايا كده البشرية بتغرق ودولت الناجين الوحيدين. لما السفينة رست الاكل شطب وما بقاش فيه اي وجبات تكفي الناس. هنا بيظهر اصل اكلة العاشور. الحكاية بقى بتقول ان هم جمعوا بواقي المؤن اللي فضلت، حمص، عدس، قمح وفواكه مجففة، وطبخوهم كلهم في حلة واحدة عشان يطعموا الناجين واعتبروها وجبة شكر واحتفال بالحياة. أصل الأكلة يمكن ما يكونش واضح تاريخيا هو بتاع مين بالظبط، لكنه أكيد كان موجود في مصر القديمة. الوجبة دي كملت وبقت طقس وبتتعمل في بلاد حاليا تابعة لتركيا، وكانت بتتعمل بكميات كبيرة عشان تتوزع على الناس يوم عاشوراء. والقدر اللي كان بيتطبخ فيه محفوظ حاليا في متحف أنقرة واسمه قدر عاشوراء. بلاد زي المغرب العربي ومصر بتقدم نفس الطبق بس باختلافات بسيطة. مصر كعادتها غيرت صمات الحزن اللي كان شيء رئيسي أيام الفاطميين، كان بيتقدم فيه عيش وجبنة وعدس علشان يناسب حالة الحزن والحداد اللي موجودة يوم عاشوراء. بس طبعا المصريين حطوا بصمتهم وخلوا الطبق مسكر، وكأنهم بيبعتوا رسالة وبيقولوا فيها إن هم بيحتفلوا بنجاة البشرية وبيرفضوا يخلوا اليوم ده سواد مطلق. بعد 60 سنة من دخول النبي للمدينة، اليوم ده هيلف ويتحول لمأساة كبيرة اسمها معركة الطف في كربلاء بالعراق. اليوم اللي كان مخصص للنجاة والفرحة والشكر هيشهد أبشع عملية اغتيال سياسي ودموي هيتقتل فيها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم ده هيتسمى بيوم الطبق، ومعناه في اللهجة العراقية اليوم اللي انطبقت فيه السماء على الأرض من هول الصدمة والفاجعة. بمقتل الحسين هيتغير تاريخ المنطقة بالكامل. يوم واحد بس غير شكل التاريخ في المنطقة العربية والإسلامية. لو سألنا سؤال افتراضي، كان إيه اللي ممكن يحصل لو الحسين ما اتقتلش؟ أعتقد إنه هيكون في عالم عربي مختلف تماماً عن اللي إحنا شايفينه. دول وقوة سياسية وعسكرية تقريباً مش هتبقى موجودة، وتاريخ كامل ممكن يتغير. لكن المحضر النهارده سؤاله مش ماذا لو، المحضر النهارده مفتوح على ذاكرة الحدث نفسه في العقول والتاريخ. الحسين ما كانش بس مكانته الدينية كبيرة، لكنه كان ليه وزن سياسي وشعبي كبير جدا. عاش في عصر صراعات أطرافها كتيرة جدا، وكل طرف ليه وجهة نظر سياسية خلت الناس تتقسم لمعسكرات. حادث كربلاء ما كانش مجرد بقعة دم في تاريخ الصراعات دي، ده كان جرح طولي في صفحة الغلاف اللي بيحكي عن الفترة دي كلها. جرح غائر مرضيش يلمها.
بعد 3 سنين من الحادث الأليم ده، مر شاعر على قبر الحسين بقربلاء وبص للقبر وقال: مررت على أبيات آل محمد فلم أرى أمثالها يوم حلتي، ألم ترى أن الشمس أضحت مريضة لقتل حسين والبلاد اقشعرتي. وده تقريبا أول شعر اتقال في رسائل الحسين، لكنه بالتأكيد مش هيكون الأخير. الحسين فضل حي في ذاكرة التدوين. المراسي الحسينية هتملى الدنيا شعر ونثر عربي وغير عربي، من نهر الفرات مسرح الجريمة لبلاد ما وراء النهر. الكتب والأشعار دي هتبقى أوركسترا حزينة هتعزف لمدة قرون، وهتخلد تفاصيل مقتل الحسين وهتعيدها كأنها بتحصل كل يوم عاشوراء. ظهر أنواع وألوان من الشعر زي شعر المكتمات اللي كان بيتوصف إنه شعر سياسي من الدرجة الأولى، لأن الحكام في الفترة دي كانوا بيرفضوا أي مظهر من مظاهر استعادة الحدث حتى لو بالكلمة، خوفا من ثورة الشارع. كل بلد عمل نسخته الخاصة من معركة الطف اللي بتوصف تفاصيلها استنادا على روايات مؤكدة أو مبالغ فيها، ده غير الكتب اللي بتحلل الحدث تاريخيا. وشعر المراسي في الهند في القرن ال17 كان بيسمعوا المسلمين وغير المسلمين. ولو متخيل إن الموضوع ممكن يكون خلص في القرن ال17 أو حتى في القرن ال20 تبقى غلطان. في كتب كوميكس عن معركة الطف بلغات مختلفة، هدفها بس إنها تحكي للأجيال الصغيرة عن تفاصيل المعركة عشان القصة ما تتنسيش. الحسين اتحول لأيقونة حاضرة حتى في المواويل المصرية اللي مش بالضرورة بتتكلم عن مقتل الحسين، لكنه حاضر في ذاكرتها الشعبية. الموضوع ده بيبان جدا في الموالد. الحزن عند الإنسان مش بيظهر في تصرف واحد، زي ما في مذاهب بتعبر عن يوم عاشوراء بمواكب أو بمسرحيات تعبيرية أو برموز، في شعوب بتحزن بصمت وبتعبر عن حزنها بالصوت. بالعكس بيعتبروه يوم كويس عشان يستشهد فيه الحسين وبيصلوا عليه صلاة الجنازة. تخيل معايا نفسك ماشي في شوارع لندن ولقيت تجمع من الناس. في الأول هيجي في بالك من الأعلام والشعارات اللي رافعينها إنها مظاهرة، فتقرر تكمل طريقك عادي. بس ممكن يشدك الفضول تقف تتفرج على العبارات اللي مكتوبة، بس عن مين؟ عن الحسين. دي مش أحلام العصر ولا حاجة، ده مشهد حقيقي في سنة 2025. مسيرة عزاء عاشوراء موجودة في تاريخ المراسي وموجودة في الحاضر، والدليل إنها وصلت لندن ومكملة من قبل كده كمان. بس ده طبيعي يحصل لأن الجاليات العربية والإسلامية موجودة في لندن من السبعينات. تمثيل يوم عاشوراء بين اليوم التاريخي ودلوقتي بيبان في مواكب العزاء اللي بتكون بالآلاف في مدن كتير واللي بتوصل للملايين في كربلاء. مجموعات كبيرة من البشر بتتجمع عشان تحاكي مشاهد من يوم عاشوراء، وأكن حد داس على زرار ريستارت وبيعيد الزمن. جيش الحسين وجيش يزيد. هتسمع الخطب اللي اتقالت والحوار اللي دار ما بينهم. هيتعمل قدامك مسرحيه دراميه بيمثلها اشخاص شاركوا في موكب العزاء وحافظين ادوارهم كويس. مسرحيه عاشوراء بتتعمل في الميادين اللي الناس بتتجمع فيها او في مسارح مجهزه وضخمه زي المسرح الملكي في طهران اللي اتبنى زمان عشان يتعمل فيه مسرحيه عاشوراء. هنمشي شويه في حكايه عاشوراء وهنشوف موكب العزاء هو بس رمزيته هي اللي فيها تفاصيل مختلفه. الحصانين البيض والحمامات اللي فوقيهم في مقدمه الموكب بيرمزوا للحسين واخوه الكبير الحسن. كفوف من النحاس فوق الرايات في اشاره للعباس اخو الحسين واللي اتقطع كفه وهو بيحاول يجيب ميه من نهر الفرات علشان يسقي اهل الحسين. ليه التاريخ ما نزلش كلمة النهاية؟ استعادة تفاصيل يوم عاشوراء حرفيا أو بشكل رمزي هو شيء مدهش جدا، وكأن ضروري اليوم ده ما يتنسيش أبدا. طب ليه؟ الإجابة يا صديقي معقدة، بس هي ممكن توضح لو وصلنا خيوط الألم اللي بتعيشه الشعوب بالألم اللي عاشوا بطل القصة. حزن وغضب بتعبر عنهم بأشكال مختلفة وممكن ساعات تكون متناقضة أو حتى غير عقلانية. تتر ما نزلش كلمة النهاية لأن بطل القصة صحيح مات من 1000 سنة أو أكتر، ولكنه بيمثل قيم الصمود والخير ومواجهة المصير. ورغم مكانة الحدث الدينية إلا إنه دايما حدث موجود في الحاضر. في ذكرى يوم عاشوراء في لندن 2025 اترفع أعلام فلسطين كرمز لرفض الظلم المستمر. وفي سنة 1975 في بيروت خطبة عاشوراء كان مضمونها سياسي بسبب الحرب الأهلية ومقدمات الحرب اللبنانية الإسرائيلية. في النهاية الفترة اللي كانت فيها أحداث يوم عاشوراء انتهت مكانيا وانتهى تأثير حاجات كتير كانت موجودة بسببها. احنا شفنا بس جزء صغير قوي من اللي كان في يوم عاشوراء واللي هيفضل يوم تاريخي واقف عنده الزمن، واللي بيتعاد بالتمثيل والذكرى والشعر والكتب وبكل أشكال التعبير الإنساني. المرة دي المحضر ما كانش بيتكلم في أي تفاصيل دينية أو سياسية. المحضر مشي ورا فتافيت الطبق اللي اتفتفت وبقت كل حتة فيه مستقرة في ذاكرة شعوب العالم وبقت جزء من وعيها، وقصة عاشوراء بتمثله. ممكن يكون طبق عاشوراء اتكسر لمليون حته ونزف دم كتير قوي، بس البشر قرروا ان هم يجمعوه بطريقه كنسوجي اليابانيه. لما اليابانيين بيلاقوا حاجه مكسوره مش بيرموها، بيجمعوا كل قطعه فيها وبيجمعوها بالذهب والفضه علشان يبقى عمل فني متماسك. تاريخنا تقريبا في كل حاجه وعكسها، في دم وسكر، نجاه وغرق، لكنه هيفضل تاريخنا
بكل مشاكله وعيوبه وتناقضاته، واحنا محتاجين نعمل له كنسوجي عشان نقدر نعيش بيه. قبل ما اقفل محضر النهارده عندي سؤال، تفتكر طريقه الكنسوجي الياباني دي تنفع معانا ونقدر نطبقها على جروحنا المجتمعيه اللي لسه بتنزف؟ تحقيق لسه مستمر. سلام عليكم.